بيبدأ الفيلم مع إليف واللي بيكون فيه بينها وبين مامتها مشاكل صبح وليل، وده لأن عندها 32 سنة وما بتكونش لسه اشتغلت، وده السبب اللي مخلي أمها تناديها باسم إليف المنحوسة. وفي يوم إليف بتقرر تروح انترفيو علشان تخلص من زن أمها، لكنها لما بتروح بتترفض، ولما بترجع البيت بتلاقي أمها عاملة حفلة وعازمة كل الجيران. والمصيبة بقى إن هي بتفضل تحكي للجيران عن فشل بنتها، وعلشان كده بتروح إليف تتفرج على مارتي واللي بيكون بيشتغل صحفي، وبتتمنى إليف إن هي تشتغل معاه. ووقتها بتسمع سهير صاحبة أمها وبتستغرب من أمنيتها، وبتعرفها إن فرات ابن أختها بيشتغل صحفي هو كمان في نفس الجريدة اللي بيشتغل فيها مارتي. فبتتصدم إليف وبتطلب منها تشتغل معاه علشان خاطر تقدر توصل لمارتي. وبعد شوية بتقول لها إن هي جايبة ليها شغل بشكل مؤقت، وبتكون هتشتغل دبدوب في أعياد الميلاد. وبتروح عيد الميلاد وبيكون في عيل غتت بيفضل يلعب معاها هو واصحابه لحد ما بتدوخ. وبعد شويه بتحس ان هي عايزه تروح الحمام، وبصعوبه بتقلع البدله الغريبه اللي هي لابساها، وما بتكونش مركزه اصلا ان هي دخلت حمام الرجاله. وفي الاثناء دي بيدخل عليها شاب حلو وبيسالها عن سبب وجودها في حمام الرجاله، فبتالف له قصه ان هي ما خدتش بالها وهي داخله. وبعدها بتروح تجيب التورته للاطفال، ولما مش بتعجبهم بيتلموا عليها وبيضربوها، وبيرميها الامن بره، وبتبقى حياه إليف منحوسه. ولما بترجع البيت بتفضل تشتكي لحسناء صاحبتها من كل اللي بيحصل معاها، فبتتنبأ حسناء واللي بيكون عندها معرفه بعلم الفلك، وبتقول لها ان البرج بتاعها هيمر عليه كوكب عطارد وتكون حياتها احسن. وبتكون إليف مصدومه ومش مصدقه اللي هي بتقوله، لكن فجأة النور بيقطع عن بيتهم، فبتقول لها واضح ان حظها هيبقى حلو. وبتدخل البلكونه وساعتها بتشوفها أومي جارتهم، وبتكون قاعده بتشرب لوحدها، فبتشاور ليها، وهنا بتعزمها أومي على مشروب. ووقتها أومي بتقول لإليف ان هي كانت زيها قبل كده، ده غير ان هي كانت عانس وعاطل عن العمل لحد ما اشتغلت صحفيه في جريدة، وهناك قابلت حب عمرها، بس اهله رفضوا جوازهم علشان أومي كانت فقيرة وغلبانة. فتعقدت وقررت ان هي تسافر بره، وبترجع بعد فترة وبتنصح إليف ان هي تتمسك بالفرصة اللي جات لها حتى لو كانت صغيرة. وفعلا إليف بتتحمس بسبب كلامها، ولما بترجع البيت بتتصل بفرات وبتكون شاربة، وبتطلب منه ان هو يشغلها في الجريدة لان امها بتكون صاحبة خالته. في الوقت ده بيكون فرات سهران مع حبيبته أزلي، وبيرد على إليف وهو متغاظ وبيقول لها هو مفيش ذوق خالص، هو ينفع حد يتصل في الوقت ده؟ وبعدها بيطلب منها تبعت السي في بتاعها على ايميل الجريدة. وفعلا إليف بتتصور صور عبيطة وبتحطها في السي في وبتبعته على الايميل بتاع الجريدة. وفي الاثناء دي بيشوفها فريد مدير الاتش ار، وبيقول ان دي انسب شخص للشغلانة، وبيبعت لها رسالة وبيقول لها ان هي اتقبلت وانها عندها انترفيو بكرة. وتاني يوم كالعادة بتصحى إليف من النوم متأخرة، وبتتفاجئ لما بتشوف الرسالة وبتعرف ان عندها انترفيو، وبتطلع كل اللبس اللي عندها ومش بتبقى عارفة تلبس ايه، لحد ما بتدخل عليها شهيرة وبتقول لها ان هي مبسوطة لانها اخيرا هتشتغل ومش هتقعد لها في البيت تاني، وبتصمم ان هي تخليها تروح الانترفيو بفستان الخطوبة. وبتستغرب إليف من شكلها، لكن امها ما بيكونش فارق معاها، وكل اللي فارق ان إليف تتخطب. واول ما بتوصل إليف لمقر الجريدة بتقابل فريد، وده بيكون الاتش ار هو وجايدة. وبتتصدم جايدة اول ما بتشوف لبس إليف، وبتقول ان إليف شخص معتوه علشان شكل لبسها الغير مناسب لشركتهم، وبترفضها حتى من غير ما تتكلم معاها. بس بعدها بيجي ليها رسالة وبتقرر جايدة ان هي تقابلها، ووقتها إليف بتفتكر ان فرات هو اللي توصل ليها علشان تتقابل. وبعدها إليف بتسأل فريد عن وظيفتها، فبيقول لها فريد ان هي هتبقى مسؤولة عن عمود الابراج. فبتقول له ان هي ما درستش كلية اعلام ودرست 4 سنين علشان في الاخر تشتغل في الابراج. فبيقول لها ان هو ده اللي عندهم، فبتتصدم وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتقرر ان هي تمشي، لكنها بتفتكر كلام أومي، وبتقرر ان هي تمشي بمبدأ حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وبعدها بشوية بيجي لها فريد وبيقول لها ان هي لازم تكتب اول مقالة ليها النهاردة. وبتحس إليف بالزهق، وعلشان كده بتحاول تخفف عن نفسها، وبتروح تشتري الشوكولاتة علشان تركز، ولكن المكنة بتاخد الفلوس وبتتعصب على المكنة. وفي اللحظة دي بيدخل عليها فرات وبيكون بيشتغل معاها في نفس الجريدة، وبيسألها عن سبب عصبيتها، وبيساعدها وبيشتري لها شوكولاتة من المكنة وبيعلمها ازاي تشتغل. وطبعا إليف بيبقى شكلها وحش جدا، وبيستغرب فرات من طريقتها وشكلها، لكن بيكون واضح ان هو معجب بيها.
وبعدها بتدخل الحمام وبتتكلم مع حسناء وبتحكي ليها ان هي اتقبلت في الوظيفة، ولكنها للأسف هتمسك ركن الأبراج. ومش بس كده، ده عندها مديرة حرباية قليلة الرباية. وفجأة بتخرج جايدة من الحمام وبتعرفها ان هي سمعتها لا وكمان بتهددها لو ما عجبهاش اول مقال ليها تقدر تعتبر نفسها مرفوضة من الشغل. وبعدها بشوية بنشوف مارت وهو بيقول لها ان هي بتفكر فيه على طول، فبيبص ليها مارت باستغراب. ولما بترجع البيت بتسأل امها عن النتيجة، فبتقول لها ان هي اشتغلت صحفية. فبتفرح امها بيها جدا وبتقول لها ان هي اخيرا ما عادش هتشيل همها. فبتقول لها اليف بس للاسف في قسم الابراج. وهنا بتتعصب امها لانها شايفة الشغل بتاعها تافه وبتعايرها بمصاريف الجامعة اللي اتصرفت عليها. وبتفضل الحاجة شهيرة تهزق في اليف. وبعدها بتتصل اليف بحسناء وبتسألها عن معلومات بخصوص شغل الابراج. فبتقول لها حسناء ان الابراج دي اسهل حاجة وبتديها معلومات غريبة وغير منطقية. والمشكلة ان اليف بتكتب الهبل ده فعلا، وتاني يوم بتلبس الفستان اللي على الحبل وبتروح على الشغل. ووقتها بتقابل فرات واللي بيستغرب من لبسها وبيسألها ليه هي مش بتلبس لبس الفورمة. فبتقول له ان هو اكيد غيران منها، وكمان بتتنبأ بنوع البرج. وهنا بيستغرب فرات فبيقول لها اشمعنى يعني بتقول كده. فبتقول له اصل رجالة برج الثور غيورين، واكيد انت غيران علشان انا اشتغلت امبارح ونشرت مقال النهارده. فبيبص لها فرات وبيتأكد ان البنت دي هبلة. وبعدها بشوية بتطلب جايدة ان هي تشوفها وبتتعصب عليها لان الجريدة خسرت فلوس كتير وفي رجالة كتير رافعوا عليها قواضي بسبب مقالها. وبتديها فرصة لحد اخر اليوم انها لو ما كتبتش مقال عدل تقدر تعتبر نفسها مرفوضة. وبعدها بتروح لفريد واللي بيديها صفحات على السوشيال ميديا وبيقول لها انها هتنشر مقالات فيها، وبيحذرها من ان هي تهبط زي ما عملت في المقال الاول. وبعد شوية بتشوف مارت في عينها بتطلع قلوب وفراشات وبتروح تتكلم معاه وبتقدر تلفت نظره، خصوصا لما كمان بيتكلموا عن نوع برجه. وبيجي فريد وبيسحبها من ايديها وبيقول لها روحي شوفي شغلك لان ممنوع هنا التعارف. ولما بترجع البيت بتفضل هي وحسناء يتفرجوا على برنامج مارت، وبتقول ان هي مش مصدقة ان هي خلاص بتشتغل مع الكراش بتاعها في مكان واحد. فبتقول لها حسناء ان هي تتلحلح بقى وتشوف شغلها. وتاني يوم بتروح الشغل وبتبدأ تكتب في المقال بتاعها، وبتبدأ ان هي تفتكر الناس اللي في حياتها. وبيكون من الواضح ان هي بتكتب الابراج دي على حسب مزاجها اصلا. وبعدها بتخرج تتغدى مع حسناء، وكالعادة بتفضل تتكلم عن جايدة الحرباية. وبالصدفة بيقابلها مارت وبيروح يتكلم معاها وبيقول لها تصدقي فعلا جايدة دي طلعت حرباية. ووقتها حسناء بتشوفه وبتحسدها لانها بتشتغل مع رجالة حلوة، ولكن بتصدمها اليف ان هو مرتبط بواحدة وحشة وكمان بتشتغل معانا. وبعد شوية جايدة بتجيلها المكتب وبتقول لها ان هي هتخلي الشركة تعلن افلاسها، وبتعرفها ان عدد المتابعين اللي على الصفحة نزل النص بعد البوست بتاعها الاخير. وبتقول لها ان هي هتنزل تصور فيديوهات من الشارع يمكن يجيب مشاهدات. وطبعا اليف بتكون مضطرة انها توافق. وبعدها بتخرج بسرعة ومن غير ما تاخد بالها بتخبط في أسلي واللي بتفضل تهزق فيها. فبتسيبها اليف وبتمشي علشان بتكون مستعجلة. وفراد بيزعق ليها وبيدافع عن اليف. وفي الوقت ده مارت بيروح لجايدة وبيسألها ان هي هتعمل ايه في اجتماعها مع السيد حكمت صاحب الجريدة. فبتقوله ان حكمت اصلا عنده الزهايمر ومش هيفتكر حاجة، وبتطلب منها يركز في بيع الكتب. وبنعرف ان جايدة سرقت كتاب اثري من حكمت وعايزة تبيعه هي ومارت واللي طالع نصابه بتاع نسوان. تاني يوم بيعملوا اجتماع علشان يشوفوا الفيديو اللي صورته اليف. ووقتها اليف بتشوف فرات وبتقوله بتكبر ان هو لازم يتفرج على فيديوهاتها علشان يتعلم منها. وبعدها بشوية بيجي مارت النسوانجي وبيفضل يسبل لإليف اللي حرفيا بيبقى هيغمى عليها من فرط حلاوة مارت. وبتبدأ في عرض الفيديو وبتسأل صياد في مركب هو انت مهتم بالابراج؟ فبيقول لها الراجل لا والله. فبتسأله هو انت برج ايه؟ وفجأة بيختل توازنها وبتقع في المية. ووقتها بتسأل ليه ما شيلتش الحتة دي من الفيديو. والغريب ان مارت بيعجبه الفيديو جدا وبيكون شايف ان هو هيبقى ترند وبيخليهم ينزلوه على الصفحة. وساعتها بتفرح اليف لانها هتبقى ترند. وبعدها بيعزمها مارت على حفلة عيد ميلاد. ووقتها فرات بيتضايق لانه عارف ان مارت نسوانجي وعايز يضحك عليها، لكن اليف بتبقى ميتة من الفرحة. وبترجع البيت وبتفضل تقيس في كل الفساتين اللي عندها لحد ما بتختار فستان احمر وبتبقى جميلة جدا.
جدا وبتروح الحفلة، وأول ما بتدخل بتسألهم المشروبات بكام، ولما بتعرف إن هي ببلاش بتفضل تشرب لحد ما بيجي ليها مارت وبيطلب منها إن هي ترقص معاه، وبتفضل إليف ترقص بالكعب العالي، لكنها فجأة بتقع على الأرض وبتيجي جايدة وبتقول لها طبعا انت عارفة انك مطرودة. ووقتها مارت الواطي بيفضل يضحك عليها، والوحيد اللي بيساعدها هو فرات، وبيقومها وبياخدها علشان يوصلها. فبتستغرب من موقف فرات وبتكون غيرانة من إليف، وبيصمم فرات يوصل إليف، واللي بتفضل طول الطريق تعاكس فيه وتهلفط بالكلام. وبعدها بتفضل تغني بصوت عالي وبتقول له ان هي جعانة وعاوزة تاكل، فبياخدها وبيقعدوا ياكلوا وبيفضلوا يضحكوا، وبيكون واضح ان فرات بيكون مبسوط معاها. وبتقول له ان هي اترفدت من الشغل وبالتالي امها هتفضل تعايرها، فبيفضل يضحك وبيقول لها ان هي دمها خفيف وبيوصلها للبيت. وبيكون بيقرب منها وبيكون عاوز يسألها لو هي معجبة بيه، لكن بيفتكر ان هو مرتبط فبيمشي ويسيبها عادي. وبعد كده بتقرر إليف ان هي تكتب بوست اخير على صفحة الجريدة بما ان هي خلاص اترفدت، فبتكتب ان الكلام في الابراج ده كلام تافه، وان الناس اللي بتربط مصيرها بكلام الابراج دي ناس تافهة وعمرهم ما هينجحوا. تاني يوم بتصحى على صوت خبط الباب، وبتتفاجئ بزميلها اوزان واللي بيقول لها ان هي تفرح لانها مش هتترفد، وبيعرفها ان البوست اللي كتبته امبارح جاب ريتش عالي ومجلس الاداره قرروا ان هي تكمل شغل. ولما بتوصل الجريده بتلاقي مارت في انتظارها وبيعرض عليها ان هم يتغدوا سوا، وهي طبعا ما بتصدق وبتقول له يا ريت. وبتحكي الحسناء فبيسمعها فرات وبيكون عاوز يمنعها من انها تروح مع مارت النسوانجي، وعلشان كده بيعزمها على الغدا، وبتفضل تفكر لانها بتكون محتاره تخرج مع مين. وبعدين بتقول ان فرات مرتبط وهي بنت ناس ومتربيه، وبتقول خلاص اسيب المرتبط لحبيبته وخليني مع السنجل اللي زيي. وبتعتذر لفرات وبتقول له ان هي رايحه عند دكتور الاسنان علشان جالها عرق النسا فجاه، وبتتحجج وبتمشي. وعلشان الكدب ملوش رجلين فمارت بياخدها المطعم، وبالصدفه بيشوف فرات اللي اخد اسلي لنفس المطعم، فبتتصدم وبتقول لمارت يلا بينا نمشي. لكن فرات بيشوفها ان هي مش محتاجه تكذب فبتتكسف، ووقتها اسلي بتتخانق معاه وبتقول له ان هو بقى معجب بإليف، وعلشان كده بتنفصل عنه. وبعدها مارت بيعرض عليها ان هي تروح معاه البيت، وبيعزمها على العشاء في بيته علشان يعترف بحبه ليها. فبتستغرب من سرعة قراره وان هو لسه بيقرب منها، لكنها بتتأسف منه وبتقوله ان هي لازم تخرج الحمام. وبيفتكرها في الوقت ده ان هي بتتقل عليه وكده، وان الحقيقة انها بتكون مزنوقة عادي جدا. وهناك بتشوف كتاب اثري وبتستغرب ايه اللي مخلي مارت يحتفظ بكتاب زي ده في الحمام. تاني يوم بتقابل فرات واللي بيقول لها ان في مشكلة كبيرة حصلت، وبيعرفها ان جايدة اترفدت لان حكمة بيه اكتشف ان هي سرقت الكتاب الاثري. فبتقول له ان هي شافت الكتاب ده عند مارت، فبيقول لها مارت ده اللي انت سبتيني ورحت معاه؟ فبتقول له سوري ما كنتش اعرف انه واطي ونسوانجي وكمان حرامي. وبيعرفها ان هو دلوقتي سنجل ومستني بنت الحلال، وبيقول لها ان هو مستنيها عنده في البيت علشان يتفقوا على خطة يرجعوا بيها الكتاب. وفعلا بتروح له البيت، وبعدها بيحكي ليها ان السيد حكمت كان بيحب زميلته اومي وهم صغيرين، وهي اللي اديت له الكتاب دوت، وعلشان عيلة حكمت اغنياء فرفضوا ان هم يجوزوهم. وبتفهم إليف ان اومي جارتها كانت حبها الاول هو الحكمت. ومش بس كده، ده فرات بيقول لها ان اومي هي اللي اتوسطت ليها علشان خاطر تشتغل. ووقتها إليف بتتفاجئ وبتقول لها ان هو طول الوقت ده كانت فاكراه هو اللي شغالها، لكن فرات بيقول لها ان هو ما كلمش حد وان اومي هي اللي ساعدتها. وبنعرف ان حكمت طلب ان هو يشوف اومي، وانه على الرغم من ان هو عنده زهايمر الا ان هو منسيش اومي. وبالتالي لما اكتشف الكتاب اختفى رفض جايدة، وبيقول لها ان الكتاب ده مهم جدا لحكمت، وبيتفقوا ان هم يرجعوا الكتاب قبل ما مارت وجايدة يبيعوه. وبيقول لها ان هي هتروح لمارت وهي لابسه جهاز تنصت وهتستدرجه لحد ما يعترف ان هو سرق الكتاب ويحبسوه. وفعلا تاني يوم بيروح لها فرات عند البيت، ووقتها بتشوف اومي واللي بتقول لها ايه الجمال دوت، وبتديها حلق وبتقول لها انها تلبسه لان الحلق ده هيمشي مع الاوتفيت بتاعها. وبتقابل فرات وبيديها جهاز التنصت، وبتروح لمارت في البيت اللي اول ما بيشوفها بيشدها من ايديها وبينط في البسين. فبتقول في سرها منك لله يا ابن المجانين ادي جهاز التنصت باظ. وبعدها
وقتها بيجهز لها العصير، فبتقول له ايه ده، لا ثواني انا لازم اروح الحمام ناو. فبيقول لها في ايه بقى، هو انا كل ما اقرب منك تفتكر الحمام. المهم انها بتروح علشان خاطر بتكون عاوزه تدور على الكتاب، لكن مارت بيقفشها وبيقول لها ان هي بتدور على ايه، وبيعرفها ان هو كان عارف من الاول ان هي عرفت مكان الكتاب، وده لان هو شافها في الكاميرات. وبيعترف لها ان هو وجايدة سرقوا الكتاب ده وعايزين يبيعوه. فبتسأله طب هو فين مكانه، فبيقول لها ان هو عند امك. فبتقول له لا احترم نفسك، اوعى تجيب سيرة امي. فبيقول لها لا انا بتكلم بجد، الكتاب عندكم في البيت وقدامك نص ساعة، لو ما جبتش الكتاب هبلغ عنك البوليس وهتتحبس انت وامك بتهمة طبعا سرقة الكتاب. وبيكلم فرات وبيقول له تعالى خد اليف، وبيجبرهم ان هم يروحوا يجيبوا الكتاب، لكن فرات بيضربه وبياخد اليف وبيجري. وفي الوقت ده مارت بيكلم جايدة وباقي العصابة وبيقول لهم على عنوان بيت إليف. وفي الأثناء دي العصابة بتوصل لبيت إليف وبيفتشوا البيت، لكن أمي بتكون وصلت قبلهم وبلغت البوليس وأخدت الكتاب. وبنعرف إن الحلقة اللي أمي اديته الإليف ده كان فيه جهاز تنصت، وإن البوليس سمع اعترافات مارت، وبالتالي بيتقبض عليه هو وجايدة وفريد بعد ما ثبتت عليهم التهمة. وبعد مرور سنة بنعرف إن إليف بقت مذيعة مشهورة وارتبطت بفرات وحققت حلمها. أما حكمة وأمي فهم كمان بيبدأوا حياة جديدة مع بعض. ولو عجبك الفيلم ما تنساش إنك تعمل لايك وتشترك في القناة.